تخيل معايا مشيتي في الصباح للخدمة وتفاجئتي بلي انك مطرود من طرف الادارة. واش هاد الطرد قانوني؟ واش عندهم الحق يطردوك بلا ما يستمعوا ليك؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نشرح لكم المادة 62 اللي جات بها مدونة الشغل، اللي كتعطي الحماية للأجير وفي نفس الوقت كتلزم على المشغل باش يطبق هاد المادة هادي بحذافيرها. إلا ما تبقاش كما جات في مدونة الشغل فإن هاد الطرد هذا إذا تم هاد الطرد يعتبر طردا تعسفيا. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا المعلومات اللي غادي يفيدكم إلا تحطوا في هذا الموقف هذا. وما تنسوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وشاركوا في القناة لتعم الفائدة. إذا كما قلنا مدونة الشغل جات بواحد المادة 62 اللي كتحمي الأجير، حيث أنه لا يمكن طرده أو فصله من العمل إلا إذا تبعت عدة إجراءات. هذه المادة 62 كتنص على أنه إلا المشغل بغا يطرد الأجير لسبب ما، يا إما ارتكب خطأ جسيم ولا المهم ارتكب شي خطأ، يعني خصو ولا بدا يقوم باستدعائه، يعطيه واحد الاستدعاء يدا بيد او عن طريق المفوض القضائي، ويدير فيها التاريخ فاش غيدار هاد الجلسة هادي وفي الساعة والمقر فينا بلاصة، وخاصة واجب عليه يدير فيها أنه يختار مندوب وزراء أو ممثل نقابي ليؤازره للدفاع عن نفسه. خص هذا المندوب الوزراء أو الممثل النقابي خص ولا بدا يشير ليه في الاستدعاء إلا كانوا عندهم في الشركة، المهم ولا بدا يشير ليه، إلا ما شار ليه راه خطأ. إذا إلا حضرتي في الجلسة راه غادي يتم الاستماع ديالك في محضر قانوني، غادي الشركة غادي تدلي بالأقوال ديالها، كتقول لك اودي فوالا انت درتي هذا الخطأ بالتاريخ كذا وكذا، وراه عندنا الشهود في القضية مثلا كذا وكذا. المهم هما كيكتبوا داكشي اللي عندهم اللي شافوه عليك انك درتيه يعتبر خطأ جسيما، كيدونوه في المحضر ديالهم. هاد الاقوال تاعهم كيكونوا بوحدهم في المحضر، كتجي النوبة ديالك انت اقوال اجيال المسمى كذا وكذا، انت كدير بالاقوال ديالك كيما بغيتي، حتى واحد المزير كتقول داكشي اللي قلتي كيكتبوه لك تما، وفي الاخير المحضر كيتسالى كتوقعوه انت، كيوقعو المشغل ديالك او من ينوب عليه. عقل على من ينوب عليه، من ينوب عليه خص يكون يا اما الشاب ديال السوسيمان يا اما المدير، المهم يكون اللي كينوب على المشغل، يخص يسنيه هو، تسنيه الشركة وتسنيه انت. انا الا ما سناه شي واحد فيكم راه ولا بدا ستلتجئون الى مفتي الشغل لاتمام مسطرة الاستماع. مثلا المشغل سنا وانت ما سنيتيش، خصك تعرف علاش ما سنيتي. واش مثلا دوك الاقوال ماشي هما هادوك؟ الا الاقوال اللي قلتي انت وما كتبهمش تما حيت غتقرا المحضر ما تسنيش. الا الاقوال اللي قلتي هما اللي كاينين تما، انا في النظر ديالي حسن تسني، حيت غادي تمشي عاوتاني تعذب عند مفتي الشغل، عاود يستمع لك عاوتاني من جديد. اللهم الاقوال اللي قلتي في الشركه هما هادوك، انا من عندي سني باش ما تبقاش تمشي عند مفتي الشغل. اذا شي واحد فيكم ما سنا، لابد للمشغل ان يلجا الى مفتي الشغل قصد اتمام مسطرات الاستماع الى الاجير. تمشيو عند مفتي الشغل عاوتاني باستدعاء جديده وسيستمع اليكم عند مفتي الشغل، وتما راه غادي تسني. ما سنيتي مفتي الشغل يسني بالعطف بلاصتك، المهم راه الا مشيتي راه بحال سنيتي، حيت مفتي الشغل كان حاضر معكم في المحضر. وهذا الاجراء كله ديال الاستماع كيدار في داخل اجل 48 ايام، داخل اجل 8 ايام من ارتكاب الخطا او اكتشاف الخطا. مثلا درتي خطا في واحد التاريخ، خص داك يستمعوا لك داخل اجل 8 ايام.
ميفوتوش 8 أيام. مدونة السول كتنص على 8 أيام داخلة فيهم نتا ديك الفترة نتاع مفتي الشغل. خص 8 أيام من الإدارة لمفتي الشغل. ثانيا حنا مثلا المحضر صافي سالا وسنيتوه كيتخار القرار ديال الفصل ديالك اولا ديال التوبيخ، المهم على حسب الاداره. كان اللي كتعطيه ميزه بالثمانيه، كاين مثلا اللي كيعطوه ليسونسومون. المهم على حسب الاداره، بغاو يجريو عليك غادي يجريو عليك، الا جراو عليك غادي يعطيك مقرر الفصل داخل اجال ديال 48 ساعه من اتخاذ قرار الفصل. مثلا اليوم استمعوا لك عند مفتي الشغل الاخير هذا، راه من بعد 48 ساعه يخص يعطيك قرار الفصل. وهذا قرار الفصل يعني الطرد يخص يعطيه لك يدا بيد، يعطيه لك وتسنيه. والنهاية القضية راه مبقاش كدار، حيت تقول لهم ما توصلت لا توصلت لا ما توصلت. يعني اما كيصيفطوه لك للدار بالريكوموندي افيك اكوزي دو ريسيبسيون، مع الرسالة مع الاشعار مضمونة مع الاشعار بالتوصل، او يرسلوه لك عن طريق المفوض قضائي باش تكون قانونية. وهذا الفصل، هذه رسالة الفصل وكذلك يعني حتى هي إشعار ولا إخبار مفتي الشغل، حتى هي كتمشي لمفتي الشغل. زائد خصكم تعرفوا بلي أنه هذا قرار الفصل راه هو اللي كتعتمد عليه المحكمة، اللي جا فيه هو اللي كتعتمد عليه. مثلا داكشي اللي تقال تما راه ما كتخرجش عليه المحكمة، داكشي اللي كاين تما اللي مضمون تما راه حوله سيدور موضوع الدعوة في المحكمة، ما غاش تخرج عليه المحكمة. ثانيا داك قرار الفصل يجب الإشارة فيه إلى أنه يمكن رفع دعوى الفصل في أجال لا يتعدى 3 أشهر، وإلا فإن راه تعوض فيه. إلا فاتك 3 شهور، إلا شار ليه في رسالة الطرد. هاد الباهي إلا عندك شي رسالة طرد ومكتوب فيها بلي أنه يحق لك رفع الدعوى داخل أجل 3 شهور باش تستافد من التعويض عن الفصل. إلا فيه 3 شهور، راه في 3 شهور راه ما عندك والو في الفصل بعدا. كيما التعويضات الأخرى راه تيكونوا الطرد التعسفي والبريافي والعطلة السنوية، هادوك راه كيكونوا. المهم التعويض عن الفصل راه كيمشي لك إلا جاب الله سار ليه المشغل في رسالة الطرد. وما فيها باس نذكركم بالمادة 62 اللي جات بها مدونة الشغل، تتقول يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه في محضر قانوني من طرف المشغل أو من ينوب عليه، مؤازر بأحد منادب العمال أو ممثل نقابي في الشركة، وذلك داخل أجل 8 أيام من تاريخ ارتكاب الخطأ المنسوب إليه. وفي الأخير نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، بارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم وشاركوا في القناة لتعم الفائدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.